أحا. عارفين أنا بحب الكلمة دي. أنا أحط الكلمة أحا جنب أي كلمة بالعربي and I still get away with it. Still get a beautiful expression. مثلا السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة في سنة جديدة كمان. أتمنى أنتوا كويسين، أنتوا طيبين، عيدكم سنة سعيدة وسنة حلوة وسنة صحة وكله أنتوا عايزين في سنة جديدة. أنا ما شفتكمش من زمان، شفتكمش من مودة يعني. مصر وحشني، الأكل المصري وحشني، عمية مصرية وحشني يعني. That's why في سنة جديدة أنا قررت أنا أكمل شارك معاكم تجربتي يدرس العامية المصرية. أنا مش عارفة لما دلوقتي أحسن ولا لا، بس the most important is just to keep going and let's see how it goes. أيوة، سنة جديدة أنا أكمل مع ألف سبب ليه بحب اللهجة المصرية. فيلا بينا النهاردة هشوفنا إيه الكلمة أحلى العامية المصرية للمصريين. الأول أنا بقوله إيه الكلمة أحلى and don't hate me okay. الكلمة حلوة بالنسبة لي. الكلمة دي كلمة افتنان كلمة صح؟ لا، كلمة مش صعبة. أنا بحب جدا الصوت افتنان. It sounds very smooth, very nice. 2 أنا بحب المعنى، يعني أنا بفكر افتنان أكتر و is more superior من حب. That's why عشان كده أنا بحب الكلمة دي. بس في كلمة تانية أنا بحب جدا and please don't hate me and that's the word أحا. Now, I don't know any bad words in Arabic, okay? And I know this is kind of a bad word in Cairo, not that bad word said differently in Alexandria, but it is the word that it just gets me anywhere. I can just say aha, walk away, and then people will still be not understanding what did just happen. Or يعني أنا أحط الكلمة aha جنب أي كلمة بالعربي and I still get away with it, still get a beautiful expression. مثلا aha افتنان. شوف ده الكلمة حلو. Anyways يلا بينا رحنا في شرف في اسكندرية و let's find out ايه أحلى كلمة بالعامية المصرية للمصريين. يلا بينا. أسينا اسكندرية. أي أحلى كلمة بالعربية بالنسبة أحلى كلمة؟ أي كلمة طيبة، يعني أي كلمة فيها فرحة وسعادة تبقى حلوة طبعا. يعني مثلا واحد كلمة مثلا اللي بالنسبة لي الكلمة أحلى قشطة وعسل. ماشي، ما أقول لك أي كلمة مثلا فيها حق نفسي حلو، يعني فيها ابتسامة، فيها love من يعني اللي هو حب الحياة، يعني فاهمة؟ تبقى حلوة. أوكي، يعني كلمة حلوة بالنسبة لك. أيوة، واحد كلمة قشطة. طبعا قشطة. مثلا حلو قشطة، الحاجات ديت يعني الحاجات البسيطة. حلو قشطة وأي تاني تمام مثلا كده الاختصارات اللي هي بتبقى مفهومة بيننا وبين بعض. عسل وقشطة قشطة عسل دي لغة عامية. وبقى بقى مش معنى بس مش معنى يعني ايه بقى ايه يعني في ايه يعني ايه بجد ده حلو برافو. مش عارفة، ما عنديش كلمة بحب. عادي مفيش، مش حاسة. كله حلو عادي. كله كلمة بس حاجة يعني لغة انت بتتكلمي بيها على طول، فمش هيبقى عندك كلمة مميزة فيها او كلمة مش مميزة. انت الكلام ده اصلا صعب عليك يعني مفيش لغة انت بتتكلمي بيها، فمش هيبقى بالنسبة لك في كلمة حلوة وكلمة وحشة. اللغة انت كله حلو يعني. لا وتايمين بكلمة حلوة، يعني واحد كلمة مثلا قشطة كلمة حلوة صح، وأسل كلمة حلوة، وبقى كلمة اوكي مع معنى يعني there is no meaning، بس كله الناس بقى ايه بقى اسمك ايه بقى انت فين بقى انت روح فين بقى حلو الكلمة ده حلوة. نطلع كده الله حاضر simple حاضر. هنا I hear especially men when they say حاضر مش حاضر لا حاضر. اوكي
فصل الشوق. عارفة يعني الشوق؟ الشوك ايه؟ شوق. شوق. فصل الشوق اللي هو بالانجليزي اللي هو واحد اي ميس يو مثلا، هو عشان اللي هو وحشتيني؟ يا بس دي فورمال شوية. دي فورمال قوي. اوكي. يعني اقول مشتاق ليكي لايك اي ميس يو. اوكي. وعندكم واحد كلمة more than I love you. بموت فيك. انا بحب الكلمة. I'm dying لا ما for you. ما تترجمهاش دي. ما تترجمها. الله. الله. انا بحب جدا الكلمة دي. حلو كلمة باللغة العربية. أنا بحب مثلا الكلمات اللي هي زي أنا عايشة. لا شك إيه. It means the true love أو the powerful love. بجد؟ يعني the next level of the ordinary. I say I love you. أنا أحبك لكن أعشقك دي like زي إيه مثلا I worship you. Wow. It's a big word يعني. أعشقك. Yes. I should learn this if I find an Egyptian husband. تقوليها لا على طول.